الحالة الاجتماعية والله مضحضحة، يعني ما هيش قوي، يعني مش قوي يعني. نقطة البداية المثالية للحلقة هي واحدة من أكتر السينات اللي بتكشف الطريقة بتاعته. سينة إبو من مسرحية علشان خاطر عيونك. وسينة دي بلغة أهل المسرح زي ما شرحناها قبل كده، اللي هي إن الممثل يقف على المسرح ويبدأ يتكلم عن موضوع معين ويناقشه بشكل كوميدي. وارجع لحلقة عادل إمام، لما تبص على السينة دي بالذات هتكتشف إنك قدام كورس مكثف في منطق الكوميديا الحديثة، وتحديدا منطق الستاند اب كوميدي. حتى لو المشهد اتعمل قبل ما المصطلح نفسه ينتشر في العالم العربي، المشهد بيبدأ ببساطة شديدة. فؤاد المهندس يبسمل ويفتح الجورنال بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ خبر ساذج جدا عن ان الحكومة استوردت سمك علشان السمك اللي في مصر وصل سن المعاش. استيراد أسماك من الخارج ب100 مليون جنيه، وذلك لعدم وجود أسماك في البحر الأبيض والبحر الأحمر والنيل السعيد، وذلك لبلوغ السمك سن المعاش. الإفيه نفسه مش الهدف، وتقريبا مش طالع عشان يكسر الدنيا، وده المقصود، هو مجرد تسخين او وورم اب، زي اول إفيه في اي ستاند اب كوميدي محترم. مش لازم يموت الناس من الضحك، لكنه بيدخلهم في الجو ويحدد النبره ويعرفك ان في تسلسل افيهات جاي بعدها على طول خبر تاني. مشروع جديد للصرف الصحي وإلغاء مشاريع الصرف في البر والبحر واتجاه التفكير للصرف في الجو. الحكومة هتصرف الصرف الصحي في الجو، وبرضه الإفيه ده مش اللي هيوقع الصالة، لكنك بتحس إن في خط تصاعدي. الإفيهات هنا بتسلم لبعض سلسلة، وكل واحد بيبني على اللي قبله. نفس الطريقة اللي في الستاند اب كوميدي بيسموها تاجنج، اللي هي إن الكوميديان بعد ما يقول البانش لاين الأساسي ما بيوقفش، بالعكس بيكمل بإفيهات صغيرة إضافية بتتسمى تاجز، بتبني على نفس الفكرة وبتزود الضحك على نفس اللحظة بدون ما يبدأ موضوع جديد. بعدها بيخش على العظم الحقيقي بتاع السين. فقيد عائلة إبو بالدقهلية تنعي عائلة إبو بالدقهلية عائلها الوحيد محمود إبو بتاع الأزوزة. هنا الضحك في الصالة يبدأ يعلى. إبراهيم إبو ينعي أخاه محمود إبو بتاع الأزوزة. يا بني ادم ما تجننيش، سيب ده كله اللي بعد. بدأت الناس تلاحظ، الجمهور فهم الإيقاع وفهم إن كل خبر هيبقى أغرب وبيعلي على اللي قبله، وإن كل ظهور لكلمة إبو هيجي بعدها تويست. وبعد النعي فؤاد المهندس بيبدأ يعلي أكتر وأكتر، وبعدين نخرج من النعي خالص وندخل في إعلانات عن جامعة إبو ومستشفى إبو وسيارة إبو موديل 88. جامعة إبو، مستشفى إبو، أجزخانة إبو، كبابجي إبو، بيع بالمزاد العلني سيارة إبو موديل 88. وهنا بقى انت قدام بناء كوميدي قائم على التراكم، ده هو الرهان نفسه. نفس فكرة ان الكوميديان يختار كلمة غريبة ويفضل يلعب فيها لحد ما تتحول لوحدها لبانش لاين مستمرة، زي ما اتكلمنا في حلقة الكوميديا عن كوميديا التكرار. وبعدين فجأة يحول خبر عن الحرب الباردة بعد عقد معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا. هنا بقى السؤال، هنطلع ضحك ازاي من موضوع بالحجم ده؟ تكنيك بيتسمى بالكول باك، رجعت نفس الكلمة بس في سياق أكبر وأغرب. حرص كل من جورباتشوف والرئيس ريغان بالاجتماع بإبو الذي حذر من استخدام الأسلحة من طراز إبو 17 وإبو 24 وإبو 15 إبو. فكانت أقوى بكتير. وفجأة فؤاد يقف ساكت ويقول إيه ده؟ أخيرا وصل للخبر اللي هم مستنيين، خبر وفاة أخوه. فيقول الجملة اللي بتقفل الرهان كله: اهو الخبر ده اللي انا عايز اسمعه، إبو مات. اللحظة دي بالذات هي لحظة تتويج لكل البنى اللي عمله في السين. وهنا بس نفهم ان اللي قدامنا ده مش مشهد مسرحي عادي، ده بدون مبالغة ستاند اب كوميدي متكامل الاركان: سيت اب، تاجز، اسكليشن، كول باك، بانش لاين، اوفيشن. كل حاجة علمها لك علي قنديل في نويبع، الراجل ده عملها في 1987. ده انجاز، وانجاز مهم جدا كمان. QUO نو. عدد ساعات النوم، اختار مهنة واحدة تحترمها أكتر. المدرس. انا مواليد سنة 2003. ايه اللي يخلي واحد زيي مهتم بفؤاد المهندس؟ المسرحي اللي اخر شغل له على المسرح كانت قبل ما اتولد ب 16 سنه تقريبا. الحقيقه عشان خاطر عيونك. انا مش هنا عشان اعمل فيها الباحث اللي رجع لفؤاد المهندس لانه كان ظاهره عالميه، ولا عشان اقول لك انه مؤسس السينما الحديثه، ولا باع لك عمق مش موجود. الراجل كوميديان، والكوميديا بطبيعتها بتقدر. اللي كان بيضحك الناس في الستينات مش هو اللي بيضحكهم في الثمانينات، ولا برضه هو اللي بيضحك في الالفينات، ولا اللي بيضحكك دلوقتي واحنا قاعدين نعمل ميمز على اي خيال يخطر على بالنا. وده يرجعنا للسؤال الاساسي: ليه واحد زيي يرجع لفؤاد المهندس؟ وليه رغم كل السنين دي لسه بسأل نفسي هو فؤاد المهندس فعلا بيضحك؟ هقول لكم حاجة علشان تبقوا عارفين، مفيش حد بيضحك في الدنيا بحالها كده من الهوا.
يعني يبقى ماشي يقول يبقى راجل مجنون، عايز كلام. في حاجه ضحكته، الضحك اللي ضحكه ده مرتبط بمعنى في ذهنه. المعنى ده هدف صغنن صغير او كبير او يمين او شمال او فوق او تحت، حسب الضحكه اللي ضحكها. اذا كان راجل سوي، مفيش حاجه ان واحد يضحك من غير هدف، مفيش حاجه اسمها، مفيش ده. انما الضحك كده في الهوا لا، لازم في ضحك بمعنى، له معنى معين في ذهن الضاحك. فانا لما اضحك للضحك ما بضحكش للضحك علشان الضحك، لا، في هدف اتقال فضحكت عشانه. طبعا انا من انصار الضحك بهدف. الضحك للضحك، مفيش حاجه اسمها الضحك للضحك. انا في رايي ان مفيش حاجه اسمها الضحك للضحك. الضحك له معنى. قبل ما نتكلم عن فؤاد المهندس نفسه لازم نرجع لورا شويه ونشوف الكوميديا في مصر كانت عامله ازاي قبل ما الراجل ده يدخل المشهد ويغير كل حاجه. الحكايه بدات في فرنسا. من فرنسا؟ انت ابني منين؟ انت من فرنسا؟ يمكن الاسم بعيد عن اغلبنا، لكنه كان واحد من اعظم الكتاب المسرحيين في التاريخ. وقت موليير فرنسا في عهد الملك لويس ال14 كانت دوله مركزيه، والسلطة الملكية قوية، والرقابة على الفنون كانت صارمة جدا. يعني مفيش حد يقدر ينتقد أي حاجة تمس الملك أو الكنيسة بشكل مباشر. وموليير كان عبقري لأنه عرف يخلق كوميديا ذكية تمس الحالة اليومية للناس من غير ما يغضب أي حد. استخدم المبالغة، السخرية، والشخصيات الثابتة عشان يقدم نقد اجتماعي خفي بطريقة تضحك الناس وفي نفس الوقت تخليهم يفكروا. الأسلوب الأشهر عنده شخصية رئيسية ثابتة عنده اسمها ساجنريل، شخصية كاريكاتيرية دايما في مأزق، وكل مسرحية بتحطه في مواقف مختلفة. مواضيع زي النزاعات العائلية والطمع والغرور والخداع والحسد، كل ده موجود في حياته اليومية، لكنه صاغه بأسلوب مبالغ فيه، خفيف وذكي. مثلا مسرحية طبيب رغم أنفه، الراجل بيتعرض لمواقف محرجة بسبب سوء فهم بسيط، وبينتج عنها كوميديا ذكية ومفاجأة، الجمهور يضحك. لكن الضحك ده في طبقة تانية، نقد للطبقة العليا، لسلوكيات البشر والأعراف المجتمع. موليير علم المسرح ازاي يحول الحكايات اليومية لأداة نقد، وخلى الضحك مرآة للمجتمع. لحد النهارده اي حد يدرس مسرحيه زي طبيب رغم انفه يشوف العبقريه، المبالغه في الشخصيات، الصراع بين الرغبات الفرديه والقيود الاجتماعيه، وسخريه خفيفه من كل شيء. كل ده خلى الجمهور يضحك ويشغل دماغه في نفس الوقت. وده اللي فؤاد المهندس اتاثر بيه في مسرح نجيب الريحاني. نجيب الريحاني عموما كان متاثر بالمسرح الفرنسي، وكان بيقدم المسرحيات الفرنسيه ممصره عشان تتناسب مع المجتمع المصري في الفتره دي. بس عموما الريحاني تجربه اكبر من كده بكتير. لكن في الوقت ده من المسرح الاوروبي موليير ما كانش لوحده في الساحه. ظهرت كوميديا ديلارتي اللي كان فيها التهريج الجسدي اكتر، شخصيات ثابته اكتر، والمواقف المتكرره، وكان هدفها الاساسي هو المتعه البصريه والضحك الجاهز، مش النقد العميق او الواقعيه اليوميه اللي تدفع الجمهور لاي حاجه. لو بصيت على مصر بقى هتلاقي مثال مباشر على ده في اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين في الجيش، في البحريه، البوليس، اي فيلم تحطه هتلاقي نفس الراجل في مواقف غريبه ومحرجه، لكن الناس بتحبه. ليه؟ لانه قدم الضحك بشكل واضح وسهل من غير اي تعقيد، لكن في نفس الوقت كان في عنصر من الترقب. يا ترى هيحصل ايه المره دي؟ كل المسرحيات تقريبا كانت بنفس المنطق، نسخ، تكرار، شويه مبالغه وضحك سهل. ده كان الوضع الطبيعي للكوميديا قبل فؤاد المهندس. والسينما غالبا كانت شبه المسرح، كل الافلام الكوميديه كانت مركزه على شخصيه رئيسيه اللي الجمهور يبدا يعرفها ويحبها، لكن غالبا بعيده عن الواقع اليومي للمشاهد، حاجه تتفرج عليها تضحك وبعدها تنساها. وغالبا الضحك بيكون ضحك تشفي شويه، يعني بتضحك عشان شكل ممثل معين او لونه او غبائه، اي حاجه تحسسك انك احسن منه. روح المواقف، التهريج، المبالغه، كل ده ماخوذ من حاجه بره ومفيش لمسه مصريه خالص. ويمكن المقياس ده يفهمك ايه ممكن حاجه تعيش وحاجه تانية تموت. مدى قربك للناس والواقع بتاعك انت هو اللي هيحدد قد ايه انت هتعيش. هناك ضحك غير راقي لأنه المضحك أو الممثل الكوميدي بيلجأ إلى حيل تضحك المتفرج بأي شكل، ووسائل الضحك هي الكلمة أو الحركة. بعض المسرحيات بتلجأ إلى حركات مبتذلة وألفاظ نابية، وليس في كل مسرحيات فؤاد المهندس كلمة نابية أو حركة غير لائقة. وزي ما الواحد يقول إنه فلان الفلاني ده إنسان، من المؤكد إنه إنسان، لكن مجرد إن أنا أقول إنه إنسان
أنا بأؤكد على جانب الإنساني فيه. فلما أقول فؤاد المهندس مضحك جدا ولكن بصورة راقية، فأنا عاوز بهذه الصفة أعزله عن بقية الضحك الذي ليس راقيا. طيب ليه المعلومة دي مهمة؟ لأن الفرق الحقيقي اللي هيعمله فؤاد المهندس كان في إنه خلى الكوميديا عن الناس من قلب حياتهم اليومية. الزحمة، موظف الحكومة اللي بيصحى كل يوم ويكرر نفس الروتين، مشاكل الجمعية، المواقف اللي كل الناس عايشينها، كل ده كان غايب بشكل كبير قبل فؤاد المهندس. قبل فؤاد المهندس جمهور الطبقة المتوسطة كان بيتفرج على حاجة جميلة أو مضحكة لكنها بعيدة عنه. لكن بعد فؤاد المهندس الضحك بقى انعكاس ليك وليا وتقريبا لكل واحد عايش في مصر. الكوميديا بقت لغة نفهم بيها نفسنا ونتعامل بيها مع يومنا، ودي كانت الخلفية اللي خلتنا نقدر نفهم تأثير فؤاد المهندس بعد كده. مش بس ممثل، مش بس فنان، لكنه نقطة تحول اللي خلى الكوميديا المصرية تتحرك من التقليد الأعمى للواقعية بشكل أو بآخر، ومن الضحك السطحي للضحك اللي بيلمس الناس وبيدفعهم للتفكير. وهنا بقى ندخل على أهم نقطة. التأثير ده كله اتنقل لفؤاد المهندس بس بشكل مختلف تماما، مش بس في طريقته في الأداء لكن في المادة نفسها اللي كان بيشتغل عليها. صحيح هو اشتغل غالبا على مسرحيات ممصرة مش مكتوبة خصيصا له يعني، إلا إن أول حاجة ناخد بالنا منها هي إن المصادر التمصير نفسها اتغيرت. ما بقاش بيتمصر عن فرنسا وإيطاليا زي الأول، بس الموضوع بقى متنوع أكتر وبقى ممكن يمصر عن مسرحيات من أمريكا وبريطانيا. مسرحيات زي سيدة الجميلة مثلا، مسرحية مأخوذة عن مسرحية ماي فير ليدي المأخوذة في الأساس عن نص لجورج برنارد شو بعنوان بيج مليون. في النسخة المصرية انت مش قدام لندن ولا البروفيسور هينكس ولا المجتمع البريطاني المحافظ، انت قدام القاهرة، قدام شخصية حسن الارستقراطي اللي بيتعامل مع سوسو او صدفة اللي جاية من حارة شعبية بتعيش التناقضات الاجتماعية اللي عايشها المصري وقتها. المسرحية مش بس اتنقلت، ده اتعمل لها تفكيك وإعادة بناء على مقاس الشارع المصري ولغته ومزاجه ونكته وطبقاته. إنك تاخد عمل أجنبي بالكامل بثقافته ومجتمعه ونكته الخاصة بيه وتعيد توليده من جديد في بيئة مصرية من غير ما تفقد روح الأصل ومن غير ما يبقى عندك نسخة معمولة كوبي بيست. أغلب الشغل ده ما كانش مجهود فؤاد المهندس لوحده، لا، ده كان ورشة كاملة من الكتاب والدراماتورج زي بهجت قمر وسمير خفاجي. ناس كانت فاهمة إن تمصير النص مش معناه ترجمة لكن إعادة خلق. سيدة الجميلة كانت المثال الأشهر لكن مش المثال الوحيد. لو عايز تشوف التمصير فعلا وهو في قمة نضجه وتعقيده لازم تبص على مسرحية حواء الساعة 12. ناس كتير ما تعرفش ان المسرحية اصلا مش فكرة مصرية، دي مقتبسة من مسرحية فرنسية للكاتب ألبر هوزون. المسرحية الأصلية خفيفة أقرب لفارس مسرحي فرنسي، زوج بيحاول يخبي حاجة، زوجة بتشك، مواقف متلخبطة، شوية فانتازيا، شوية خيال وشوية قلق وجودي كده من غير ما يغوص جد. بهجت قمر وسمير خفاجي وفريق فؤاد المهندس خدوا الخط الأساسي وسابوا كل حاجة تانية. الفرنسيين كانوا عاملين المسرحية كوميديا اجتماعية ورومانسية، لكن جت مصر اتحولت لكوميديا حياة كاملة، أغاني واستعراضات ونفس إذاعي ومزيكا وبروفة مسرح جوه المسرح وشخصيات جديدة اتخلقت مخصوص ولسان مصري 100% ملهوش أي علاقة بالرئة الفرنسية ولا العقلانية الأوروبية. شخصية زوزو مثلا مش موجودة في النص الأصلي. فكرة إن فؤاد المهندس بيصحى يلاقي روحه طالعة وبتكلمه برضه مش موجودة بالطريقة دي. يعني دلوقتي تحضروا أرواح. حتى البعد الفانتازي نفسه اتغير. في فرنسا الفانتازيا كانت مجرد وسيلة لخلق مفارقة، لكن في النسخة المصرية الفانتازيا بقت أداة لفهم الشخصية، طريقة لكشف حياته الدنيا اللي بيخبيها وإظهار قربه وبعده عن مراته وأزماته كرجل مصري في الوقت ده. كمان تمصير حواء الساعة 12 بيورينا حاجة عبقرية جدا، إن المسرح مش محتاج يختار بين إنه يبقى راقي أو شعبي. فؤاد المهندس وفرقته عملوا الاتنين مع بعض، قدموا مسرحية راقية في فكرتها، شعبية في روحها، خفيفة في لغتها، ومع ذلك فيها خيال ودراما ومزيكا وابتكار. وده سر ان المسرحية فضلت عايشة لحد النهاردة ومحدش بيشوفها ويحس انها نص اجنبي اصلي. النص الاصلي هنا مجرد بذرة، بس الشجرة اللي طلعت دي شجرة مصرية 100%. وبكده حواء الساعة 12 بقت نموذج كامل لفكرة ان المسرح المصري مش ابن ثقافة واحدة، هو ابن ثقافات كتير سهرت واتعجنت في عجينة فنية واحدة اسمها مسرح فؤاد المهندس. المرحلة دي حولت فؤاد المهندس من الممثل اللي بيشتغل على نصوص أجنبية لصانع مسرح عنده لغته الخاصة. ومن هنا المسرحيات اللي كان بيقدمها ما بقاش ينفع تتقارن بالأصل أصلا ولا حتى تتشاف باعتبارها نسخة مصرية، لا دي عمل فني قائم بذاته. وده بنشوف تأثيره دلوقتي في إن بعض الفنانين لما بيحبوا يعملوا معالجة معاصرة المسرحية من اللي اشتغل عليهم فؤاد المهندس مش بيرجعوا للنص الأصلي،
مثلا في 2022 اتعملت سيدة الجميلة تاني في موسم الرياض باين ولا حاجة كده. المهم ان النص اللي اتعمل عليه معالجة معاصرة فعليا كان النص المصري اللي كتبه أيمن بهجت قمر، مش قصة جورج برنارد شو ولا المسرحيات الأجنبية ولا الأفلام اللي اتعملت عنها. ده يقول لنا ان سيدة الجميلة بطريقة أو بأخرى بقت فعليا عمل مستقل تماما عن النص الأصلي. طبعا كل ده حسب اللي فهمناه من الأخبار والحاجات دي، لأن احنا مش مسموح لنا نشوف المسرحيات دي لحد دلوقتي. المهم ان اللي حصل ده كانت نقطة مهمة وهتقودنا لفكرة مهمة قوي. ازاي الراجل ده بنى مسرح كامل حوالين نفسه، مسرح له ايقاعه الخاص وله منطقه وله طريقة إدارة مش موجودة عند حد غيره. الأستاذ فؤاد هو الأستاذ فؤاد، له مدرسته وله خصوصياته وله شيء بتاعه. فؤاد المهندس طلع على مدار عمره نجوم كتير شالوا من بعد كده فن التمثيل المصري. اغلب اللي طلع بعد كده من ممثلين درجه اولى وتانية كانوا ابناء تجربه المهندس، وده عشان المهندس كان بيدي الممثلين اللي معاه فرصه كبيره جدا للظهور، بل وعلى العكس كان بيفرش لهم افيهات بحيث يظهروا اكتر واكتر. فممكن تلاقي ان المسرحيه ما فيهاش افيهات للمهندس على قد ما فيها افيهات للي حواليه. في مسرحيه زي سيده الجميله بنلاحظ ده بوضوح. ممثلين زي حسن مصطفى وسيد زيان وفاروق فلوكس عندهم كم اكبر من الافيهات، وشويكار في المسرحيه عندها نصيب الاسد من الافيهات بس من غير ما تيجي على حد من الممثلين التانيين. وفي مسرحيه انا وهو وهي عادل امام كان له مشهد لا يتخطى ال3 دقائق. حجة في الشؤون القانونية، ضليع في الجنح، أرشيف في الجنايات. اتفضل استريح، خد راحتك، مالك كده متعقد كومبلكس كده، خليك ريلاكس كده. بيلاحظ فؤاد المهندس قدرة عادل إمام على الإضحاك، فبيقرر إنه يكبر له دوره في النص، وبنفس الأسلوب ده طلع لنا ممثلين كتير زي سيد زيان وحسن مصطفى ومحمد يوسف وجمال إسماعيل وأحمد راتب وغيرهم، وطبعا أقدرهم هو عادل إمام. تجربة فؤاد المهندس ممكن نعتبرها مدرسة اتشاركت في نفس الفترة دي مع مدرسة تانية في إنها تطلع ممثلين على الفرازة، وكانت المدرسة التانية لعبد المنعم مدبولي صديق عمر المهندس. المدرستين دول طلعوا كل المدارس الكوميدية اللي بعد كده. هتلاقي إن طلع من مسرح فؤاد المهندس مسرح زميل غانم وسيد زيان ومسرح عادل إمام، واللي طلعوا من مسرح المهندس عموما تقدر تقول انهم اتاثروا بيه في كذا حاجه. اوضحها هي فكره ان الضحك له ابعاد كتير جدا وطرق كتير جدا، فمش هننحاز لطريقه واحده، وان الافيه اهم من اي ممثل على المسرح، فمش مهم مين اللي هيقوله، المهم ان الافيه يجيب مع الناس اللي قاعده في القاعه، وكل واحد منهم طور طريقته الخاصه من رحب تجربه المهندس. فهتلاقي ان عادل امام مثلا عمل مسرح بيمزج بين الجد والهزل بشكل شبه عادل امام. سمير غانم هيحاول يضحكك باي طريقه ممكنه حتى لو هيلبس حاجات غريبه، وغيرهم بقى، وكل واحد بعد كده هيبقى له حلقه. المهم انك لما تيجي تبص النهارده على فؤاد المهندس ما تحصرهوش في كونها كوميديا بس، لا دي مدرسه كامله قدرت تطلع اجيال من المضحكين احنا لحد النهارده بنضحك على اعمالهم. انا بيعرض عليا شيء تمام اقوله في السينما ما تعرضش عليا. العمل اللي بعمله في السينما طبعا بيبقى نمكي برضه زي المسرح، انما ما تعرضش عليا. مفيش حد، محدش عرف يفكر السينما. ايوه اسم الله عليك. ازاي من اين تؤكل الكتف في فؤاد المهندس في السينما؟ ازاي اكله؟ ببساطه شديده جدا. مش معنى في مصر. طب ما هو فؤاد المهندس هو صح، ما مش هو. على صعيد تاني فؤاد المهندس ما كانش مؤثر بس في المسرح، الراجل كان له بصمه كبيره جدا على الكوميديا في السينما، لانه ببساطه دخل على السينما المصريه بحاجه كانت جديده وقتها تماما، سينما البارودي. فكره البارودي في حد ذاتها مش مجرد هزار او تريقه، ده نوع فني ليه قواعده، قائم على انك تاخد عمل اصلي معروف وناجح وتعمل عليه محاكاه ساخره، تقلده وتوري الجمهور انك شايف العيب اللي في المنتج. وطبعا كل ما العمل الاصلي يكون اكثر جديه كل ما السخريه تبقى امتع، وده بالظبط اللي عمله في فيلم فيفا زلاطه. الفيلم نفسه واضح من اسمه انه محاكاه ساخره من فيلم فيفا زاباتا لإيليا كازان. الفيلم ده بنلاحظ انه من انتاج فؤاد المهندس نفسه، يعني الراجل مش بس كان بيمثل، لا ده كان واعي ان النوع ده فرصه لتجديد السينما المصريه، وان تقديم البارودي للافلام المصريه وقتها كانت خطوه جريئه فنيا وسياسيا. وطبعا زي ما اتعودنا من مدرسه فؤاد المهندس، الفيلم نفسه مدرسه مصغره لتخريج المواهب. هتلاقي سمير غانم، حسن مصطفى، سعيد طرابيق، ناس كانت لسه بتطلع وفجاه لقت نفسها في مساحه بتسمح لها تبان وتشتغل وتجرب. اسمها فيفا زلاطه، محدش فينا جات له الجرأه انه يطلب فلوس من فؤاد المهندس. انا قلت له لا بس هات لنا اكل. وشويكار كالعاده بطله، وفي استعراضات وكتير من روح الفودفيل، وده كله في مصر وفي الستينات. يعني ده نوع جديد وقتها،
وفتح الطريق لنوعيه افلام لسه مكمله لحد النهارده. احمد مكي مثلا تقريبا معظم شغله قائم على المحاكاه الساخره زي لا تراجع ولا استسلام والكبير والحاسه السابعه، زي ما اتكلمنا في الحلقه بتاعت الكوميديا. كل ده امتداد لبذره اتزرعت في الستينات. البارودي جونرا صعبه جدا، ممكن تكون من اصعب انواع الكوميديا، لانك بتاخد عمل له جمهور وبتبوظه حرفيا، فلازم تكون مستوعب النص الاصلي جدا، شايف عيوبه وفاهم روحه وفاهم سياقه ودوافعه وعارف انت بتضرب في ايه بالظبط. مثلا لو بتعمل بارودي على افلام الويسترن، فانت لازم تبقى شايف افلام كتير في الجونرا دي، شايف الحاجات اللي بتتكرر، فاهم هي ليه بتتكرر، ده بيغذي ايه عند المشاهد الامريكي. كل ده واكتر بكتير لازم تكون واعي بيه وانت بتشتغل بارودي. وفؤاد المهندس بقى كان بيعمل ده جدا. فيفا زلاطة مثلا مش بس بارودي لفيلم فيفا زلاطة، ده كان ساخر من الخطاب الامريكي كله اللي كان العالم العربي وقتها عنده مشكله معاه. سخريه من افلام السوبر هيروز والعصابات والبطولات المزيفه والخطاب المثالي بتاع الرجل الابيض، وكل ده في اطار بسيط وخفيف وممتع يخلي اللي بيتفرج مش حاسس انه في محاضره، لكن في فيلم بيهزر معاه وبيهزر على افلام تانية وبيهزر على نفسه في نفس الوقت. وعلشان كده فؤاد المهندس كان نجم الستينات الاول كوميديا، لانه قدم كوميديا متطوره جديده على المجتمع ومشحونه بوعي اجتماعي من غير ما يفقد خفه الدم ولا المتعه ولا الاستعراض ولا روح الفرجة. مرة سمعتك في الإذاعة بتقول أنا عندي 7 سنين، وإنك عندك لغاية النهاردة لعب أطفال في البيت. يا ما عندك قطر؟ عندي قطر بيلف. قطر بيلف ولانش صغير في بانيو. وشوفوا هو ماشي في البانيو والقطر، يعني بسعد قوي بالحاجات دي. واحدة من أغرب وأهم الظواهر في تاريخ فؤاد المهندس، الراجل ده رغم إنه نجم مسرح وسينما كبير بينتمي بشكل واضح جدا لعالم الأطفال. ولو بصيت على مسيرته هتلاقي إن جزء ضخم من أعماله التلفزيونية وكذا حاجة في السينما معمولة أصلا بروح الأطفال، مش بمعنى السذاجة لكن بمعنى إن خيالها واسع والوانها واضحه وطريقتها في السرد اقرب لعقل الطفل. والفكره دي بالتحديد هي مفتاح مهم جدا لفهم شخصيته. فؤاد ما كانش بيلعب على كوميديا الموقف بس، ولا على النكته بس، ولا على الافيه بس، كان بيلعب على الخيال اكتر، على العالم اللي حواليك فجاه يتحول لحاجه شبه الكرتون، شبه اللعبه، باختصار شبه القصه اللي الاطفال بيصدقوها بسهوله وبيعيشوا جواها من غير شروط. ومن هنا نفهم شخصيات زي مستر اكس وفرافيرو شخصيات كاريكاتوريه لكنها مش فجه زي شخصيات اسماعيل ياسين مثلا، مش ضحك بسيط لكن ضحك جاي من رسم عالم كامل موازي لعالمنا وله قوانينه الخاصه، شخصيات فيها قدر من السذاجه واللعب والكاريكاتيريه بتخلي الطفل وحتى الشخص الكبير يتفرج وهو مبسوط، ومع اغنيتين 3 كده يبقى حافظ على كل حاجه. دي خلطة ممتازة لصنع عمو فؤاد يعيش للأبد. لكن الجميل كمان والغريب شوية يمكن هو إن عمو فؤاد رغم ده كله ما حصرش نفسه في الحتة دي، وحتى بعد ما وصل لقمة نجوميته فضل يجرب في حاجات كتير، منها إنه كمل يعمل أدوار تانية اللي هو يبقى دور تاني في فيلم. يعني سنة 67 مثلا راجل عنده فيلمين بطولة مطلقة ومسرحية بطولة على المسرح، وبرضه راح يعمل دور تاني في معبودة الجماهير. عشان تتخيل ده قد ايه غير منطقي، تخيل ان عادل امام في عز نجوميته يروح يعمل دور صديق البطل مثلا، حتى لو البطل ده عبد الحليم حافظ وشادي، ستيل دي حاجه غريبه. وسبب ده يمكن هو ان فؤاد المهندس كان مؤمن جدا بفكره الفن قبل النجم، انه يعمل فيلم وهو مش البطل الاول ويلعب دور الكوميديا الرئيسي، توازن العمل كله على كتفه من غير ما يسرق البطوله. وده اتكرر كتير جدا بعد كده مع تلميذه عادل امام في زوج تحت الطلب، ومع احمد زكي في البيه البواب. وفي كل مرة تلاقي ان وجود فؤاد المهندس مش زينة، لا ده وجود اساسي، لو شلته من الفيلم هتلاقي الفيلم كله بيقع. وده بالظبط الدور اللي حسن حسني ولطفي لبيب لعبوه بعد سنين من بعده، بس الفرق انهم لعبوه لما كبروا. فؤاد المهندس لعبه طول عمره مع الوضع في الاعتبار فرق النجومية طبعا. ويمكن ده من اهم اسباب بقائه. ومن احسن الامثله في قدره فؤاد المهندس في حته الدور الثاني دي هو فيلم صاحب الجلاله مع فريد شوقي. هو احنا قدام معادله غريبه جدا، بطل الفيلم الحقيقي هو فريد شوقي لكن الكوميديا كلها موجوده عند فؤاد المهندس، وده لان فريد شوقي بكل قوته وحضوره الطاغي ما كانش النوع اللي يشيل الكوميديا لوحده، ولا كان عنده المرونه اللي تمكنه انه يخلق افيه من الفراغ. فالفيلم محتاج حد خدوم، حد يسنده، حد يشيل الكوميديا على كتفه، والاختيار المره دي كان فؤاد المهندس. ولازمه الفيلم الشهيره طويل العمر طول عمره وزعزع عصره ونصره على مين عاديه هاي هي. والمفارقه ان اي افيه بيقوله فريد شوقي في الفيلم مهما كان بسيط بيبدا اصلا من عند فؤاد، حتى لو فؤاد ما قالش كلمه. اوضح مثال مثلا لما الصحفي يسال فريد شوقي اين تقع سلطنه بورينجا؟ اين تقع سلطنه بورينجا؟ فؤاد ما ينطقش بس يبدا يعمل اشارات بايده، يوجه، يلمح، يعمل له كوتشنج من غير ما يبان. فريد شوقي ياخد الاشاره ويطلع الافيه. والله هي لسه ما وقعتش، انما مسيرها تقع باذن الله.
والوضع ده بيتكرر كذا مرة في الفيلم لدرجة انك لما تتفرج تاني النهاردة تفهم ان فريد شوقي كان الواجهة الدرامية، بس دور فؤاد المهندس هو فعليا اللي ماسك الايقاع الكوميدي للفيلم ومتحكم في توزيع الضحك وقادر يخلي الفيلم كوميدي من غير ما يقلل من قيمة دور فريد شوقي ذات نفسه. زي ما تعودنا نشوف ريكس هاريسون ودوريس داي، زي ما تعودنا نشوف ديفيد نيفن ودوريس داي والناس الحلوة، ذاتس كابل يعني. نعم، ثنائي حلو. نعم. حلو، تعودنا عليه، ادونا كتير جدا. يعني انا احب الإجابة، أنا عايز الإجابة. احب اشوف فؤاد مع شويكار قوي. دويتو. نعم. دويتو يجنن. في موضوع انا مش عارف اتكلم عنه ازاي بصراحة، وهو شويكار، ومع ذلك ما ينفعش نتكلم عن فؤاد المهندس من غير ما ندخل في الموضوع ده. الثنائي الفني والعاطفي شويكار وفؤاد المهندس. اول ما تسمع كلمه شويكار مخك على طول بيفتح ملفات المسرحيات اللي هم عملوها مع بعض. الاستاذ محمود السعدني واللي استشهدنا بيه في الحلقات اللي فاتت كتير جدا في كلامه عن العلاقه دي بيقول عن فؤاد المهندس المضحك الرسمي للمسرح المصري. فهو بالرغم من هذا القفص الصدري المطبق والوجه المفعص، وهو بالرغم من ساقيه المعوجتين واوراقه التي تشبه اوراق معزه حاوي مفلس، هو في الظاهر ان سيقالي يعني ليها شارم معين عند الناس. هو بالرغم من هذا سيصبح فتى أحلام طبق المهلبية، هذه البنت السنيورة الغندورة التي هي فتاة أحلام كل الرجال. راجل كان لازم يهدى. وبيكمل السعداني بيقول: وكانت الوصفة ناجحة للغاية، ضمنت للريحاني التفوق المطلق، ومع التفوق ضمنت له الاشتهار والازدهار. شويكار المهندس هي بديعة مصمن الجديدة، وهي ميمي شكيب بعد ذلك، ومن نجيب ووديعة ثم نجيب وميمي كانت الضحكات ترن بين جدران مسرح الريحاني. لقد أدرك الريحاني أن ارتباطه بالحسناء يرضي غرور الرجال، خصوصا أن معظم الرجال يحسون بالنقص ويحلمون بأن تقع النساء الجميلات في غرامهم، وتبقى الأحلام مجرد أحلام طبعا، ولكن الأحلام تتحقق على مسرح الريحاني ثم تتحقق بعد وفاة الريحاني على مسرح فؤاد المهندس. شويكار الممثلة الكاملة الجميلة والأهم الكوميدية، لان لو هنتكلم على حسها الكوميدي فهو ما كانش موجود عند ممثلات كتير جدا. لو هناخد مثال مثلا يعني زي فاتن حمامه كانت عظيمه جدا، بس مستحيل كانت تعمل سيدة الجميله مثلا زي ما عملتها شويكار. المهم بقى ان الثنائيه دي مثاليه للشعب المصري. ليه؟ لانها بتمثل المشاهد نفسه، راجل شبه الناس اللي قاعده قدام الخشبه، وست ملكه جمال بتحبه، نفس اللي كان عمنا السعداني بيه. حلو، عمنا السعداني بيحس ان انا مثقف. التناقض هنا بيولد ضحك وبيولد اعجاب وبيولد رغبه عند الجمهور انهم يشوفوا الحكايه دي تتكرر كل ليله. يمكن اللي نفهمه من كل ده هو ان فؤاد المهندس رجل صعب تحصره في خانه واحده. الحقيقه انه كان حاجات كتير قوي في وقت واحد، مدرسه كامله موجوده وفارقه في تاريخنا وتاريخ فننا، راجل اخترع حاجات بنستعملها دلوقتي وما عندناش اي علم هي جت منين. هو كان الاصل. من غير فؤاد المهندس ما كانش هيكون عندنا كوميديا مصريه بالشكل اللي عرفناها بيه النهارده. فؤاد المهندس مش بيضحك، فؤاد المهندس بيضحك فشخ وبس كده. دي كانت كل حاجه عندي الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتشوف الحلقات اللي بتنزل مؤخرا وتدعمنا عبر انك تشيرها وتبعتها لاصحابك، ده هيساعدنا جدا. الحلقه دي من كتابه يوسف الهريجي ومصطفى ايمن، وانا برضو بس انا دوري كده قليل يعني في الحاجات دي. وتحياتنا ليهم وبس كده. بس فؤاد المهندس ماذا تبقى انا تمام. والكاميرا ما تبقاش عامله فوكس ونتشوح وما نبقاش بنصور ويطلع التسجيل بايظ والناس تفشخنا. انا صورت خلاص يا عمرو، صورت خلاص والفيديو طلع اوت فوكس. وهرجع القهوه يا عمرو، ارجع القهوه واطلب سحلب. سحلب بتأخر ليه يا عمرو؟ سحلب بتأخر ليه؟ حاطين ايه في السحلب يا ولاد الكلب؟ حاطين ايه في المتة يا ولاد الكلب؟ هتشتروا متة بقى يا جدعان بقى من درينك هير بناو. ناقصكوا ايه؟ مش عملنا لكم متة؟ ناقصكوا ايه تاني؟ اوكي، لو انا اوت فوكس سامحوني، ماشي.